اهلا بيكم بكل متابعيني قناتي سفرة واو. انا بكمل معاكم النهارده ريفيو عن اقامتي في فندق اكاسيا ريزورت مرسى علم. بديكم النهارده التفاصيل عن باقي الفندق بالغرف والاسعار والحفلات الليليه. دي احنا كنا واخدين غرفة رقم 8308. دي كانت غرفة فاميلي زي ما انتوا شايفين كده. الديكور بشكل اللي هو البومبي بالشكل الطوب كان مميزة جدا. ده كانت الأوضة السنتر اللي هي سرير كبير، وكان معاها وكان فيها التلفزيون، وكل يوم الكتل بالشاي بالنسكافيه. كل ده بيتحط لك يوميا شاي وسكر ونسكافيه. الغرفة طبعا معاها التواليت، الحمام بتاعها، وفيها الدولاب وفيها التلاجة. الدولاب كانت مساحته هايلة جدا، مساحته كبيرة، يعني دي ضرفة الرجالي وفي زيها بالظبط الضرفة الحريمي، الاتنين جنب بعض. فكانت واخدة الحاجة بمساحات حلوة جدا. الكابينة ده التواليت، كل يوم المناديل بتتحط، بيتحط لك الفوط كل يوم، فوطين كبار وفوطين صغيرين. دي كابينة الشاور، فيها شاور جل محطوط في جنب التواليت. وكل يوم بيوفروا لك شامبو وشاور جل وفرشة أسنان في الاستقبال بيجيبوها لك، ومعجون بعدد أفراد المقيمين. دي كابينة ده التواليت وكابينة الأطفال في الغرفة التانية. هي في بينهم بيفصل بينهم باب بتفتح، وبيوفروا لك الصابونة وبونيل الشعر وبرايت شوز، كل حاجة حقيقي. ده نفس الديكور اهو لسرير الأطفال. شايفين المساحة بتاعتهم، المساحة في الغرف حلوة جدا واسعة. ده الفيو لأوضة الأطفال، كان على جاردن حلو جدا، وعلى اللي هي صالة التنس. ده الفيو بقى للأوضة السنتر اللي هي على البول اللي هو الأولمبيك بول. شايفين شكل القعدات الخارجية، وطبعا وجود المنشر ده حاجة جميلة جدا، يعني محتاج ان احنا نهوي مايو او اي حاجة فممكن نستخدم المنشر ده. شكل الفندق بمحتويات الغرفة. دي السهرات الليلية عندهم متنوعة جدا. ده مثلا ديسكو شو، في كذا عرض بيقدموا الفندق، كلهم حفلات مختلفة. وده الفاير شو، بيبقى جذاب جدا للأطفال. كانت الفريق الانيميشن كان بيقدم بعض العروض على البيتش، وكانت بعضها بتتقدم على المسرح اللي انا وريتها لكم في فيديو الفندق. ده كان الانترناشونال شو. طبعا كل شو بقى بيعملوه في كل دانس، يعني كل رقصة كانت بيغيروا ازاي بقى، يعني مرة برازيل مرة مكسيك، فكانت لذيذة جدا. ده الكوبرا شو، ده حاجة بقى تراديشنال يعني مصرية شوية، بس كان العرض مبهر، والعرض كانت مدته ساعة بكلها حاجات مختلفة يعني قوي، وكان مبهرة قوي للأطفال. هقول لكم شوية حاجات عن فندق أكاسيا. فندق أكاسيا هو في القصير، هو بيبعد عن مرسى علم حوالي ساعتين. فهو يعتبر انت لسه على بره، بس هو من حيث بقى الرفاهية في توفير كل حاجة، فهو الرفاهية كانت فيه عالية جدا. من حيث الخدمات اللي بيقدمها لكم، ومن حيث النظافة جوه الغرف. كل يوم الهاوس كيبنج بينظفوا وبيحطوا المية وبيحطوا الصابون والشاور وكل الحاجات اللي انت محتاجينها والفوط، وبينظموا الأوضة وينظفوها. من حيث الراحة النفسية، عندك مستر وائل ده كان كل يوم يطمن عليك، انت محتاج حاجة، انت مبسوط معانا، انت في اي حاجة ناقصاك. السيرفس بقى جوه الاكل نفسه تنوع حلو جدا. يعني السمك هتلاقي اصناف متنوعة، سمك بالصوص، سمك فيليه يعني فيليه محمر، في صبيط، في جمبري، كل دي من اصناف الاسماك. السلطات نفسها
كل اصناف السلطات، البنجر، الكولسلو، المخللات كلها. كان في كمان يوم الاسماك، يعني يوم الفيش داي ده كان في مثلا رنجة، الرنجة متقطعة سلايس كده وتاكلها بالشوكة عادي جدا. آم، كل يعني حاجات، افكار كتير. الفطار مثلا الدونات كل يوم مقلي طازة. الاكلير من الحاجات برضو المميزة. طبعا الحاجات الجبن والسوسيس والحاجات اللي هي المعروفة. الجبن بيحط لك كل الانواع، شيدر وجودة ورومي. تنوع هايل جدا. بالنسبة بقى لأصناف الغداء والعشاء، يعني هما الاتنين بيتقدموا اوبن بوفيه، وبيتقدموا يعني مأكولات زي يعتبر. لكن الابهار في ان هما بيقدروا ينوعوا جدا. في خلال فترة اقامتي ما كانش فيه، ما حسيتش ان في ملل. بالعكس كل يوم بتلاقي اصناف مختلفة، سواء في الخضروات، يوم بسلة، يوم فاصوليا، يوم سبانخ، الطواجن، مكرونة بشاميل، بامية، يوم عملوا كشري. مثلا اللحمة، أصناف اللحوم، مثلا لحمة مفرومة مثلا اتقدمت برجر، وتقدمت حواوشي، وتقدمت كفتة مشوية على الفحم. أصناف الطيور كذلك تنوع فيها كبير، من اللي هي المقلية اللي هي زي الكنتاكي المقرمشة. التنوع كان عندهم هاي الأول مشوية على الفحم، التنوع. وكان في بط في يوم عملوا شرقي، فطير مشلتت و... وجبنة ومش وعسل. لا حقيقي الإقامة يعني في فندق أكاسيا متنوعة وفيها رفاهية عالية جدا، أرشحه لكم بشدة، واستنوني بباقي الفيديوهات.